بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الف مبروك للمارد الاحمر، النادي الاهلي بفوزه بثنائية مقابل هدف لبلدية المحلة. كانت مباراة رائعة، مباراة صعبة على النادي الاهلي. لاعيبة النادي الاهلي صعبوها على نفسهم بعد الاستهتار بالخصم، ولكن دي فرصة عشان خاطر النادي الاهلي مباراته القادمة، يعني لازم يكون حريص جدا جدا. حسرة كبيرة وصدمة كبيرة لخالد غندور خلته يطلع بعد المباراة يسخر من معلق المباراة. كابتن خالد غندور يسخر من معلق المباراة بعد الفوز النادي الأهلي، وبعد ما معلق المباراة طلع يعني الكابتن طارق الأدور وغنى للنادي الأهلي أو غنى لمودست. فخالد غندور علق، يعني سخر من معلق مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين، حيث يعني قام المعلق الرياضي طارق الأدور بالغناء احتفالا بهدف مودست، هدف فوز الأهلي الثاني القاتل بأقدام الفرنسي مودست، أنطوني مودست جدو مودست، اللي مزعل رضا عبد العال جاء النهارده عشان يزعل خالد غندور. خالد غندور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث قائلا: دكتور طارق الأدور، ايه الصوت الحلو ده؟ الحمد لله موديست جاب جول في يعني نادي البلدية الافريقي. كابتن خالد غندور بيقول لمعلق المباراة: انت فرحان قوي كده ليه؟ معنى الكلام انت مبسوط قوي كده ليه؟ هو موديست جاب جون في نادي البلدية الافريقي ولا نادي البلدية المحلي اللي بيصارع على الهبوط او اللي نتائجه مش كويسة؟ طبعا يا جماعة، الحسرة والصدمة والحزن بيعمل أكتر من كده. ما هو خالد غندور كل يوم ياخد خبطة ورا خبطة. امبارح كابتن خالد غندور كان زعلان من الإعلام محمد شبانة لأنه نزل تقرير مراقب المباراة بعد بيانات بيراميدز. يعني كابتن خالد غندور أعتقد ما اتكلمش عن بيانات بيراميدز ولا محامي بيراميدز، ولا اتكلم عن الموضوع ولا رايح فين ولا الصح ايه ولا الغلط ايه. نتكلم بس على تسريب او يعني فيما قالوا تسريب مراقب مباراة الاهلي الاهلي وبيراميدز، لانه في صالح النادي الاهلي، في صالح حسين الشحات. عشان كده زعل خالد غندور، حزنان خالد غندور، متحسر خالد غندور، وطلع يهاجم الاعلامي محمد شبانة عشان خاطر اذاع الكلام ده واتكلم عن الفشل الاداري او الفساد الاداري او المنظومه الرياضيه. قبل كده ما سمعناش خالد غندور وهو بيتكلم عن الفساد الرياضي ولا الاداري ولا المنظومه الرياضيه لما كان جوابات النادي الاهلي بتستخبى في الدرج. ما سمعناش صوت خالد الغندور لما النادي الاهلي انضر في افريقيا وخسر بطوله افريقيا. ما سمعناش خالد غندور بيتكلم عن الفساد الاداري والمنظومه الاداريه لما جوابات ايقاف القيد في الزمالك كانت موجوده وان الزمالك كان بيتعاقد مع لعيبه وهو موقوف من الفيفا، وما تعرفناش الا لما جت الساعه، يعني ساعه يعني الساعه الفعليه انك انت لازم تأيد اللعيبه، فاتفضح كل شيء واتكشف المستور. كابتن خالد غندور ما اتكلمش على الفساد الاداري، او انا ما سمعتوش بيتكلم على الفساد الاداري لما بيجي في مصلحه نادي الزمالك، بيتكلم بس لما يكون في حاجه في مصلحه النادي الاهلي. كابتن خالد غندور النهارده طالع يعلق او يسخر من معلق المباراه، بس كابتن خالد غندور من كتر الصدمه والحسره لا اتكلم. يعني المفروض تطلع تبارك للنادي الاهلي، تطلع تتكلم كويس على البلديه لانه عمل مباراه قويه مع النادي الاهلي، تطلع تحلل المباراه، تتكلم عن المباراه لانك راجل اعلامي وراجل رياضي وراجل متخصص في كره القدم. لكنه ساب كل شيء ومسك في طارق الادور معلق المباراه. انا ممكن اتفق مع خالد غندور ان معلق المباراه ممكن يكون زودها او بالفعل يزودها لانه المفروض يكون حيادي. لكن كابتن خالد غندور ساب كل شيء، ساب اثاره المباراه، ساب نتيجه المباراه، ساب كل شيء في المباراه. يعني احداث قويه جدا، يعني مباراه مليئه بكل شيء، مليئه بكل الدراما.
فاللي حصل ده من معلق المباراة ما هو إلا نتيجة للدراما اللي هو شافها من أهداف يعني أهداف ضائعة وكور في العارضة وجوان بتخش وتتلغى و فكانت مباراة قوية جدا، ندية جدا. النادي الأهلي كان قادر إن هو يخلص المباراة ويفوز بهدف واثنين وثلاثة وأربعة، وكان ممكن يتعادل وكان ممكن يخسر. فكانت كل النتائج موجودة. فنادي البلدية كان ممكن يخطف المباراة، نادي المالية كان ممكن يخطف الثلاث نقاط، لكن كعادة المارد الأحمر بينتفض في الدقيقة 90 وبعد الدقيقة 90 وبيقدر يخلص المباراة ويعني وتشتد الإثارة بإن أنتوني موديست هو اللي يجيب جون الفوز. أنتوني موديست اللي دائما جمهور الأهلي قبل أي حد بيكون يعني فيه كلام، فيه قيل وقال في موديست، وشايفين ان هو لازم يكون رقم ثلاثة. فعشان ينزل موديست النهارده مع كهربا اللي دخل جون واتلغى وضيع اهداف، وموديست ضيع اهداف، لكنه في الوقت يعني القاتل يجيب جون ولا احسن ولا اروع من كده مع عمر كمال اللي جاب جون التعادل، وتنقلب المباراة رأسا على عقب من هزيمة لتعادل لفوز، عشان يجي معلق المباراة ويقول ايه الجون الحلو ده. فيطلع كابتن خالد غندور يسخر من تعليق دكتور طارق الادور ويقول له ايه الصوت الحلو ده، الحمد لله موديست جاب جول في نادي البلديه الافريقي. عموما يا كابتن خالد، الزمالك هيلاعب نهضه بركان، والاهلي هيقابل الترجي، ويا رب يا رب نبارك للاهلي ونبارك للزمالك ونقول لهم ايه الفوز الحلو ده، ايه الفوز الجميل ده، وان شاء الله يتقابلوا في السوبر الافريقي ويفوز النادي الاهلي بمشيئه الله. معلش يا كابتن خالد، انا عارف ان الحسره كبيره شويه.